ازاي نعرف ان احنا عاملين محفظة فودافون كاش على الخط بتاعنا او لا بكل سهولة وبكل بساطة؟ تابع معايا الشرح. كل اللي علينا هنمسك موبايلنا مع بعض وبعد كده هنروح على الهاتف. 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 وبعد ما رحنا على الهاتف بالشكل ده هنطلب الكود ده مع بعض عشان خاطر من خلاله نعرف ان احنا عاملين محفظة فودافون كاش او لا. الكود هو نجمة 9 شباك. علامة النجمة. العلامة النجمية. 9 9 صفر هاش. علامة نجمية 9. وبعد كده هندوس اتصال. زر اتصال. تم محو النص. إجراء مكالمة مع. وبعد كده هنجيب الشريحة بتاعتنا اللي بتاع فودافون، احنا مخلينها على 2. سام 2. إجراء مكالمة. سام 22. هنخش على بالشكل ده. الهاتف. مربع تعديل خارج القائمة. جاء تشغيل رمز USSD. فودافون كاش. 1 تحويل الأموال. 2 شحن دفع فاتورة. 3 بقى الدفاع أونلاين. 0 المزيد. العربيات كوردي ظاهرة. توسيع شريط الأدوات. وبعد ما دوسنا اتصال زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بعد ما احنا دوسنا اتصال وجبنا الشريحه ودوسنا عليها بالشكل اللي انتم شفتوه ده، جايب لنا قدامنا الخدمات اللي انتم شايفينها حضراتكم. بيقول لكم 1 تحويل اموال، 2 شحن وفاتوره، 3 تحويل، 3 شحن اونلاين. لو جاب لكم الخدمات اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم دي ساعتها اعرفوا ان انتم عاملين محفظه فودافون كاش. ولكن لو انتم طلبتوا الكود ده وقال لكم حصل خطأ في اثناء الرمز او الرمز غير صحيح، او مثلا ما جابلكمش حاجه، ساعتها اعرفوا ان الخط بتاعكم مش عليه محفظه فودافون كاش. يعني لو جاب لكم قدامكم خدمات زي كده، زي اللي ظاهره قدامكم على الشاشه دي، اعرفوا ساعتها ان انتوا عندكم محفظه على الخط بتاعكم. ولكن لو ما جابلكمش اي خدمات من الخدمات اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي، او مثلا جاب لكم الرمز خطا، او مثلا قال لكم حصل مشكله اثناء الرمز، او مثلا ما جابلكمش اي حاجه خالص، ساعتها اعرفوا وتاكدوا ان انتوا مش عاملين محفظه فودافون كاش. طيب احنا هندوس مثلا ايه، هندوس رجوع. الرجوع. لوحة المفاتيح. الرئيسية زر. دي واحده بس كده يا اخواتي. المفروض كنا دوسنا الغاء عشان ما كانش الدنيا باظت معانا. من ثانية. استنوا. 4 الهاتف. احنا هندوس الغاء عشان نطلع من المربع اللي هو جايبه لنا ده. الغاء. هندوس الغاء. الغاء. الغاء يا عم، الهاتف. مش عايزين حاجه. بصوا يا اخواتي، بالنسبه للناس اللي مش هتلاقي الخدمات دي قدامها وعايزه تعمل محفظه فودافون كاش، كل اللي عليكم ان انتوا هتروحوا الفرع بتاع فودافون، اقرب فرع، شوفوا اقرب فرع ليكم وروحوه، وخدوا معاكم البطاقه بتاعتكم، ولازم تكون شغاله، وخدوا معاكم الموبايل بتاعكم اللي عليه الخط المسجل على اسمكم، ولازم يكون معاكم برضو البطاقة بتاعتكم الشخصية ويكون برضو شغالة، وروحوا ساعتها أقرب فرع ليكم وساعتها تقدروا تعملوا محفظة فودافون كاش. وبرضو عايزة أوضح لكم معلومة، الكود ده يا اخواتي مش خاص بمعرفة المحفظة. يعني ده الكود اللي أنا مليته لكم ده يعني مش هو الكود اللي بيعرفكم ان انتوا عاملين محفظه او لا. لا، ده دلاله عن ان انتوا عاملين محفظه او لا. يعني ده الكود الرئيسي لمعرفه المحفظات او لا. يعني ده الكود الرئيسي اللي هو بيعرفنا كل الخدمات والكلام ده، ولكن هو مش الكود الرئيسي اللي بيعرفنا ان احنا عاملين محفظه او لا. ده الكود الرئيسي اللي خاص بكل خدمات محفظه فودافون كاش، ولكن مش الكود الرئيسي بيعرفنا ان احنا عاملين محفظه فودافون كاش. ولكن لو احنا عايزين نتاكد ان احنا عاملين محفظه او لا، بنطلب الكود ده مع بعض اللي هو نجم 9 شباك اللي انا لسه طالبه مع حضراتكم. لو جاب لنا الخدمات اللي انتوا شفتوها ديت، ساعتها اعرفوا ان انتوا عاملين محفظه. ولكن لو ما جاب لكمش اي خدمات من اللي احنا شفناها مع بعض، ساعتها اعرفوا ان انتوا مش عاملين محفظه. وبرضه انا عايز اعرفكم معلومه برضه، لو طلبتوا اي كود من الاكواد بتاعه محفظه فودافون كاش، برضو هتقدروا تعرفوا من خلال الاكواد بتاعه محفظه فودافون كاش انتوا عاملين محفظه او لا. اي كود هتطلبوه لو كمل معاكم كل الخطوات بتاعته، ساعتها اعرفوا ان انتوا عاملين محفظه فودافون كاش. ولكن لو انتوا طلبتوا مثلا اي كود وما كملش معاكم الخطوات بتاعته، ساعتها اعرفوا وتاكدوا وابقوا واثقين ان انتوا مش عاملين محفظه فودافون كاش.
فساعتها خدوا بعضكم واطلعوا على اقرب فرع ليكم بتاع فودافون، وخدوا معاكم بطاقتكم الشخصيه واللي متسجل عليها الخط بتاعكم، ولازم تروحوا بنفسيكم للفرع، وساعتها تقدروا تعملوا محفظه على الخط بتاعكم بكل سهوله وبكل بساطه وبدون اي مشكله خالص. لحد هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكله مواجهاه من الفيديو بتاعنا ده او من عالم التكنولوجيا عامه، يقدر يكتب سؤال او استفسار او مشكلته اللي مواجهاه في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله هشوف كل تعليقاتكم وهرد عليها باذن الله. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم صلوا على النبي. الر- AC screen record. بدون تسجيل.